تعيش العلاقات التونسية الجزائرية بل السعودية الجزائرية على وقع تداعيات لافتة، وهي اللافتة التي اعتبرتها الرياض مسيئة للملك سلمان بن عبد العزيز. رفعها مشجعون جزائريون في ملعب لكرة القدم، تصف الملك ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس ترامب بأنهما وجهان لعملة واحدة بسبب الموقف من القدس. السفير السعودي قال إن بلاده سترد، بينما التزم المسؤولون الجزائريون الصمت. الوقائع تعود إلى نهاية الأسبوع في مباراة محلية لكرة القدم في مدينة عين مليلة شرق الجزائر. مناصرون أو مشجعون رفعوا لافتة كبيرة نتعرف عليها في هذا الفيديو. هذا ما قاموا به أثناء انعقاد المباراة ولعب اللاعبين. من الملاحظ أن هذه الهتافات كانت هنا تشجع الفريقين، لم يكن هناك هتافات سياسية أو لم تظهر في هذا الفيديو. أيضا الكتابة هنا تقول ترامب وسلمان وجهان لعملة واحدة، وهذه هي صورة الأقصى. المشهد برمته ربما عبر عن التضامن مع فلسطين. صحيفة عكاظ وصحيفة سبق السعوديتان نقلتا تصريحات منسوبة للسفير السعودي في الجزائر سامي عبد الله عثمان الصالح، قال فيها: جاري تأكد من ذلك، سنقوم بما يجب ولن نترك هذه الخطوة من دون رد. يقول: تم التواصل مع السلطات الرسمية وتحقق من التيفو يعني البوستر المسيء للمملكة، وبعد التأكد من كل الملابسات سنقوم بما يجب. الكثير من وسائل الإعلام العربية عنونت بأن البلدين على أبواب أزمة. عناوين أخرى تساءلت عن طبيعة الرد السعودي المتوقع ضد الجزائر. ملعب عين مليلة في العاصمة يقع على بعد 400 كيلومتر، وظهرت اللافتة بشكل مفاجئ قبل انطلاق المباراة بقليل فقط، وتم تصويرها من قبل مصورين محليين. تغريدة لمستخدم سعودية على تويتر أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقل منها الخبر إلى وسائل الإعلام. والمستخدم الذي رمز إلى اسمه باسم السموأل وضع 4 صور في تغريدته وقال إن الرابعة هدية للشعب الجزائري. هذه هي الصورة الرابعة في تعبير عن غضبه، فيما يبدو يذكر الجزائريين بأنهم هم من يحاولون التطبيع مع إسرائيل. هذه صورة لبوتفليقة عندما كان شابا، وهذا رئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي إيهود باراك. صحيفة سبق السعودية الإلكترونية والتي اعتمدت عدة صحف ووكالات على نقل الخبر منها كمصدر له، يبدو أنها عطرت صفحة المقال والذي لم يعد يمكن قراءته أو الوصول إليه عبر محرك البحث في موقعها. الخلاف بين الجزائر والسعودية لم يكن وليد اللحظة، هناك خلافات بينهما. هذه الصورة الجماعية كانت لمؤتمر الاجتماع الأول لمجلس وزراء الدفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. هذه صورتهم. انظروا إلى كل هذه الوجوه، هؤلاء وزراء دفاع، لن تجدوا بينهم وزير دفاع الجزائر خلاف بينهما على الكثير من المسائل، منها الحرب على اليمن، الموقف من حزب الله وإيران أيضا من المسائل المهمة. بعيدا عن الساحة الدبلوماسية وفي ساحات التواصل الاجتماعي هناك أخذ ورد دائما. الإعلامية سارة خازن تقول: السعوديون مستاؤون من هذا التيفو البوستر التي رفعت في إحدى الملاعب الجزائرية، علما أنهم يعتبرون ترامب حليفا أساسيا واستراتيجيا للمملكة، فلماذا ينزعجون من هذا التشبيه؟ تغريدة أخرى، عبد الله بن حمد العذبة وهو إعلامي قطري ومشهور بتغريداته على تويتر، يقول: الجزائر دولة غنية ولا تأخذ مساعدات من السعودية ولا من أبو ظبي ولا من غيرهما. تركي الحمد من السعودية يقول: لماذا كل هذا الحقد على السعودية؟ كنت طفلا صغيرا أيام حرب التحرير الجزائرية، ولكني أذكر كيف كان الدعم السعودي حكومة وشعبا لتلك الثورة، فما المبرر لكل هذا الحقد؟ حقيقة لا أدري. يمكنكم سيداتي سادتي بالطبع أن تشاركون آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى. زوروا موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com وصفحتنا